هذا اللي كتشوفوا فيه دابا سميتو محمد، وفي هذه الاونه الاخيره بدا كيتلقى انتقادات من بعض المغاربه وكيضحكوا عليه لانه مربي نعامه وهما ما عارفينش القصه ديالو. هذا الشخص سميتو محمد حارو، تزاد في سنه 1994 في مدينه الدار البيضاء. محمد يتيم الابوين، وهذا الشيء اللي غادي يخليه يكبر في احدى الخيريات اللي كاينين في كازا. 1994 تزاديت ودخلت باقي صغير وعاقل على راسي. هذا العمر اللي ما بغاش تنسى ليه في الحياه ديالي، انا اللي داخل عندي 5 سنين ونص، لابس سليب، لابس شورت، لابس صنداله، ستا كتشب كتصب الشتا. دخل الخيريه ميقات 5 ونص، ما عمرت اي حاجه ما كنتنساش هي الماضي ديالي. وغي دخلت اول قاعه دخلت لها هي الصاله منجد، كنت فاجئ انني كنلقى تقريبا واحد 100 ولا 140 دري كاين تما كاينه. النهار الاول دخل الخيريه خويا انا تزيدت بعلاقه غير شرعيه، علاقه غير شرعيه. باش نقول لكم الواقع، انا علاقه غير شرعيه وما كتعرف والو. باش نوصل لك انا راه ما كنت عارف حتى حاجه، ما عرفت علي تولد عندي 27 عام. خبرت في الخيريه، دوزت الطفوله ديالي كامله في الخيريه، دوزتها في احسن تربيه. محمد غادي وكيكبر حتى غادي يكتشف الحب ديالو للحيوانات وبالخصوص النعامه، وهذا الشيء اللي غادي يخليه يشريها ويربيها على يده، لدرجه ولا كيديها معاه حتى في السفر ديالو. ولكن لسوء الحظ المجتمع ديالنا ما كيرحمش، وبحكم انه ولد الخيريه فاغلبيه المغاربه كيضحكوا عليه لحقاش كيمشي مع النعامه في الشارع العام. انا كندور بالنعامه غير على المشاكل. شتي راه المشاكل ديالي هما اللي مخليني انني ندير هاد النعامه. انا راه ما كرهتش انا نكون كما تشوفوني كما بغيتو، راه ما كرهتش. وحتى من الطفوله ديال محمد ما عاشاش كيف ما كان كيتمنى. عاش طفوله كيما الناس، ما عشتهاش، ما عرفتش شنو هي الطفوله. كان كيبقى فينا الحال، كنا كنقراو، كيقول ولد الخيريه. علاش ما كنقراوش؟ حيت كنا ولد الخيريه، والاستاذ في الرابع كيقول لي تبارك ولد الخيريه كتاكلوا العدس. باش بغيتيني نقرا؟ استاذ كتسنى تقريبا 40 تلميذ في القسم كان كيتعاون معايا باش انني نحسن. كل واحد كيعطيني 10 درهم باش كتجمع لي المعلمه، كتجمع لي درهم. كل جميع الاساتذه اللي قراوني في الابتدائي كيتعاونوا معايا، كيجمعوا لي 10 درهم 40. يعني ما كانش عندك باش ما عنديش، كان فيا القمل. انا كنقرا في الثاني تحضيري، كان فيا القمل. المدرسه اللي كنت نقرا فيها كل جميع التلاميذ اللي كانوا كيقراو معايا كاملين خوتي وصحابي. انا الامنيه ديالي، انا الحاجه اللي كنتمنى هو كنتمنى من داك با الله يهديه. انا كنطلب ليه الهدايه من عند الله. محمد كيقول بالله من خلال التربيه ديالو النعامه لقى فيها الحنان اللي ما لقاش في والديه. امي انا ما غاشش معاها 30 عام في عمري، انا تحرمتي من الحنان. ما عمرني دوزت عيد، ديما كندوزو خارج المدن. يعني مع النعام. ما النعامه عندي جمل وعاود صغير، راه كيعرفوني الناس. عندي جمل وعاود صغير كندور بهم من المدينه للمدينه، مره كندير جمل وعاود، مره كندير النعام. راه كيعرفوني الناس في المغرب كامل. والام ديالي كنوجه لها تحيه، كنبغيها، كنموت عليها، كنحماق عليها، كتبقى امي ومسامح لها في الدنيا وفي الاخره. محمد واحد من الشباب المغربي اللي عندهم بزاف ديال المشاكل وما لقاوش اللي يعاونوا.